واحد. أنا أبحث مش انتصار بطلقة عسكري، واحدة. أبحث عن انتصار عسكري على إسرائيل. تنتصر إيران على إسكان. خل يفتحوا الدولتين الجارتين العزيزتين، جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. ماشي، روح افتح الحدود من سوريا. أنت تحكم سوريا كإيران، افتح الحدود من سوريا وهو تحكمها محور المقاومة، وادخل على إسرائيل. تفضل سوريا، روح تفضل، هاي حدود وهي لبنان، يتفضل افتح الحدود وادخل إذا صادق. أنت عندك طريق من طهران لبغداد لدمشق لبيروت مفتوح تحت إمرتك. تفضل دخل الجيش الإيراني وادخل على الجولان. إذا حدا قال لك وين رايح ووقف ضدك كله أنت خاين. تفضل، هاي الجبهات عندك موجودة. تفضل تفضل. اما بتدعم حماس تمام، انا مش راح اقول لك لا، هذا كلام معروف. لكن كايران كدوله تذهب، ايران لن تحارب اسرائيل يوما من الايام، ولم تطلق رصاصه مباشره على اسرائيل منذ ان جاء الخميني الى اليوم. دعموا حماس، دعموا الجهاد، ده اوكي موجود. عملت مشروعها اللي هو بالمنطقه على حساب سياده الدول العربيه الاربعه الموجوده، تحاول اختراق دول اخرى. مشروع هي بتشتغل عليه، مشروع ايراني فارسي شو سميه. بس موضوع اسرائيل، ايران واسرائيل لن تجدي يوما حربا بالمفهوم اللي بتحكي عنه.